نبتدي الفيديو بذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية كده ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك إذا سمحتي. أنا عندي الشقة صغيرة جدا وحبيت إن أنا أستفاد بكل ركن فيها عشان أستخدمه استخدام صح. عندي الطرقة دي صغيرة، هي في الصالة، والأوضة اللي جوه الطرقة دي أوضة المعيشة اللي هي غرفة الأولاد، وبعملها غرفة معيشة، يعني 2 في 1. بستخدم الطرقة دي حاطة فيها بقى كراكيبي ايه هي؟ عاملة فيها مكتبة بحط فيها كتب الولاد او كتب اي كتب كده عندي بحب اقرا فيها. عندي مكتب صغير كده الولاد برضو بحط فيه الكتب بتاعتها، وعاملة درج ليا برضو في المكتب بحط فيه الكراكيب بتاعتي بقى، المقصات وحاجات اللي هي بتاعت الخياطة والحاجات دي برضو. الحاجات اللي انا بستخدمها برضو في الاعمال الفنية بتاعتي. هنا الفرع ده اللي انا بحاول اشيله، ده فرع من اللي هو بتاع الزينة بتاع رمضان، برضو كان من ساعتها، لان انا بصراحة بقالي من رمضان ما نظفتش الطرقة دي خالص، فحبيت بقى كده ان انا امسكها كده كلها طالما انا بفرش فرش الشتاء. في حبيت ان انا انضفها عشان اخلص منها وما افرش الصالة على خير، ما يدخليش التراب فيها تاني ارجع، لاني بقالها كتير بصراحة فهتنزلي التراب جامد، فحبيت ان انا اخلص منها. وبرضو اما اجي انضف الاوضه بتاعه المعيشه اللي هي بتاعه الولاد، برضو ما تدخلش التراب تاني بعد ما افرش الفرش بتاع الشتاء. انا قافله باب الاوضه كده عشان ابني كان نايم، فحبيت بقى ان انا ما اعملهوش ازعاج من الضوء والخبط والتنفيض، فان انا حبيت ان اقفل عليه الباب. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. اوعي تنسي، مش هتخسري حاجه. بعمل فيديوهات كويسه جدا هتعجبك وهتستفادي منها، والفيديو ده هتستفادي منه بحاجات كتيره جدا، يعني خاصه بالتنظيمات، وتستغلي الاماكن بتاعه البيت عندك. يعني احسن استغلال ان انتي ما تمليش حواليكي كراكيب وكده. انا هنا بقى جبت السلم وحبيت ان انا ازعف كل السقف، شلت الحاجات اللي على المكتبة كلها، والدولاب ده برضو فيه برضو شوية كراكيب وكتب كده خارجية، فحبيت ان انا انزلها برضو واتخلص منها. وبعدين الدولاب ده الظرف، بصوا انا ملزقاه كده ازاي. انا ملزقاه عشان الاطار بتاع الضرفة نفسه كان مخلوع، فحبيت ان انا الزقه كده لحد ما يجي كده، يعني ان شاء الله انوي واوديه للراجل بتاع المطابخ، لان الباب ده الدولاب ده باب بتاع ألموتال، يعني هو ألموتال مش خشب، فكان بتاع مطبخ، ووالدتي الله يرحمها ادتهولي يعني. فانا حبيت ان انا حباه عشان هو صغير ما بياخدش مساحه، لان انا عندي غرفه الولاد فيها دولاب كده ضرفتين، فحاطه فيه هدوم بنتي، والدولاب ده حاطه فيه هدوم ابني، والجزء الضرفتين اللي تحت خالص دول اللي عاملاهم جزامه يعني. مسكت بقى كده المكتبة، وبعد ما نفضتها وزعفت الدنيا حبيت بقى ان انا اغسلها بالفرشة والصابون والرغاوي كده عشان تنضف لو فيها بقع، لان انتوا عارفين الابيض بيلقط البقع بسرعة، فحبيت ان انا بقى انضفها كده عشان تبقى نظيفة كلها ومتطهرة من التراب والحاجات دي. بعد ما نضفتها وكده هبتدي بقى ارجع كل حاجة زي ما كانها، وبس بقى بتنسيق، والحاجات اللي انا مش عاوزاها ارميها. البرواز ده برضو استغنيت عنه لان حاسه ان عامل زحمه في الطرقه وكده، والطرقه صغيره، فمش عاوزه كركبه كتير يعني. انا ما عنديش مكان ان انا احط فيه المكتبه لوحدها، يعني اشيل المكتب ده عشان مثلا لو احطه في اوضه الولاد حاسه ان هو هيزحم لي الدنيا، لان اوضه الولاد فيها زي انتريه كده فرجيه حديد كده طقم كامل يعني، وفيها سريرين وفيها دولاب، وقعدتنا كلها فيها، وفيها كنبه صغيره بحب اقعد عليها ما باجي اقعد يعني قدام التلفزيون كده بتريحني. فيعني مليانه يعني برضو الغرفه دي هي كبيره يعني شويه، الغرفه دي واخده حاجات كتير يعني عن غرفه اوضه النوم. غرفه اوضه النوم صغيره خالص، وعندي هي اوضتين، غرفه اوضه النوم وغرفه المعيشه دي، والطرقه طبعا بستغلها. انتوا عارفين بقى لو انا كنت يعني قبل ما انا احط الحاجات دي كلها واجيب
المكتب ده كنت جايباه من عند حماتي، فكان يعني بتاع جوزي يعني وهو صغير وكده فاديتهولي، وكان لونه بني وانا دهنته ابيض يعني. فاما دهنته ابيض كان بقى فاتح كده ومنور المكان يعني، حتى هم ما شافوه عجبهم اول ما دهنته. والمكتبه دي اصلا اللي انا بحط عليها الكتب دي، بصوا هنا انا ايه شلت بقى ايه الدرف بتاع الهدوم. هو بقى بصوا كمية الهدوم اللي هو في الدولاب عنده. طبعا كان صيفي على شتوي، لان هو ما كان بيخرج وكده، فراح ايه طلع لي شوية من الصيفي. انا ما كنتش لسه بقى طلعت الشتوي، فطلع لي شوية من الشتوي من تحت السرير، لانه بحطهم تحت السرير في شنط عشان هو بيستخدم. فحط بقى ايه طبعا صيفي على شتوي ومش عارف بقى ينظم. فرحت انا بقى ايه بعد ما اما نظفت وزعفت مسكت الضرفه بتاعته وبنضف كده الضرف بدوني. حطيت على الفوطه دي حبه دوني عشان تطهر كده وتخلي ريحه الضرف بتاعته حلوه. وبعدين بقى ايه بروح بقى بصوا الضرفة عاملة ازاي، انتوا هتشوفوها هتتبدل يعني. كملوا لاخر الفيديو وهتشوفوا المنظر بتاعها هعمل في ايه في الضرف دي، عشان احل المشكلة بتاعت اللزق والمنظر بتاع ايه الضرفة دي. لان انا مش بصراحة مش هوديها للراجل بتاع الالموتيل دلوقتي، لان يعني ايه يعني من الميزانيه مش سامحه ان انا اوديها، لان انتوا عارفين كل حاجه بقت غاليه دلوقتي ومش هينفع. فانا قلت بقى ايه هحلها وهوريها لكم انا هحلها ازاي. بس ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك، يعني ايه عشان يعني ايه نحمس بعض ونشجع بعض. والضرفتين اللي تحت دول برضو هقول لكم هعمل فيهم ايه، عشان الضرفه اللي هي بتاعت الجزم دي مفيش ليها اي ضرفه غطا يعني. فدايما بتبقى مكشوفه كده، والجزم بتبقى منظرها مش حلو وهي باينه. فانا برضو هقول لكم هعمل ايه عشان ايه يعني احميها ان هي ما تبقاش باينه من منظر الجزم وكده. برضو جريت المكتب وروح بقى ايه بصوا انا بقالي كتير بصراحه ما نضفتش من ورا المكتب ده. فبقى ايه جريته كده ورحت دعكته. كنا احنا مبيضين من فتره طويله، فالبياض لازق على الارض، والسلكه بقى اللي انا جايباها دي بحاول ان انا اطلعه، واللي بقدر عليه بيطلع واللي ما بقدرش عليه بقى مش مشكله، هو كده كده ايه من تحت المكتب. انا بحاول اطلع اللي هو ايه الفراغات اللي باينه ما بتبقاش عليها مكتب ولا اي حاجه. وامسك بقى كده، ومسكت بقى ايه دي اللي انا بغسله ده السيراميك. اما القرصه بتاعت المكتب اصلا ازاز، والازاز ده اتكسر واتشرخ انتوا هتشوفوه دلوقتي. فانا كان عندي 2 سيراميك كده، فحبيت ان انا ايه احطهم برضو، بس دي اتكسرت هرميها واجيب واحده غيرها. بصوا طبعا الازاز اللي تحت ده ده الازاز الاصلي بتاع المكتب، بس هو اتشرخ وكنت ملزقاه كده. فانا ايه بقى متضايقه برضو من اللزق ده، برضو منظره مش حلو. لحد حين ميسره كده ان شاء الله اما ابقى اجيب البنوره للمكتب ده. المكتب ده برضو شايل لي بصراحه حاجات كتيره جدا. لو انت بقى عندك مكان، اي مكان، بلكونه، بقى يعني طرقه صغيره كده، بتبقى حتى لو الطرقه انا عندي الطرقه دي صغيره بس عرضها يعني مناسب، ان انا بص حاطه فيها دولابين وحاطه فيها المكتب وحاطه المكتبه، بس مدوب الممر الصغير دي. اي نعم هي مضيقه لي المنظر الدنيا يعني في الدخله وفي الطلب، بس لما حاجات اللي هي اللي انا ما اقدرش استغنى عنها. دولاب زي ابني ده حاطه فيه هدوم ما اقدرش استغنى عنه. الدولاب البنكي ده برضو حاطه فيه حاجات ليا خاصه بمفارش بستاير، حاجات يعني كراكيب برضو، واخده منه ضرفه لابني برضو حاطه فيه هدومه، لان انتوا عارفين الدولاب الطويل اللي هو الالموتيل برضو مش واخد حاجته كلها، لان انا واخده منه ضرفتين من تحت جزم يعني احذيه عاملاها جزامه، والباقي عاملاه لابني. فانتوا عارفين هدوم الشتوي. بصوا انا جبت العلبه دي وحطيت فيها هدوم الداخليه يعني عشان ما نظر. بصوا بقى في الاخر بقى بصوا الروقان والجمال. وشلت البساكت اللي كانت على الجنب اللي كان عليها المقشه الصغيره دي، كانت بساكت اللي وانا بنقل السفره كان فيها العده بتاعت جوزي، المفكات والشواكيش والحاجات والمسامير وكده. بصوا بقى الدولاب عملته ازاي بستيكر. كان عندي رول ستيكر اللي هو انا كنت لازقه بيه الرخامه بتاعت المطبخ، كان فايض، فروحت بقى ايه عملته كده
وعملت ستارة تحت الجزامة عند الجزامة كده عشان تداري برضو. وغسلت المكتب ده، مسكت زي ما غسلت المكتبة بالسلكة والصابون وكده والاريال، برضو غسلت المكتب كله، والادراك نطفت معايا والسيراميك، ومسكت الارض ودعكتها دعكة حلوة معتبرة. يوم بقى ما انا انضف الريسبشن عندي او الصالة عندي، تبقى الطرقة دي خلاص كده نضفتها، ما تبقاش محتاجة ان ايه تبهدل لي الصالة تاني بعد ما افرش الفرش وكده جميلة. وبرضو الحيطان برضو زعفتها، ولو فيها بقع برضو غسلتها بالسلكة بفرشة يعني بسفنجة مش سلكة عشان ما تقشرش البياض يعني. وهنا بقى بصوا بقى الدولاب بتاع ابني برضو ظبطته، وشلت الهدوم الصيفي كلها حطيتها في الشنطة، حطيتها تحت السرير. وهنا بصوا الستارة لازقاها مؤقتا لحد ما ابقى اعمل لها اللي هي لان ده الموتيل ما ينفعش ان انا ادق فيه مسامير ولا حاجة، فانسب حل ليها ان انا اعمل لها اللي هو البتاع اللي بيلزق بتاع الكوتشي ده، هعمل لها ان شاء الله ابقى اجيبه واعمله لها. بس انا لزقته كده وحطيت العلبة بتاعه الهدوم الداخلية عليه فماسكة يعني، فملزقه كويس. فكده كده هو جوه الضرفة فمش باين، بس بقى المنظر بتاع الستارة بقى حلو، وحميل الجزامة مش مبين بقى منظر الجزم من جوه كده. والمكتبة بقت رايقة ازاي، وشلت بقى كل الكراكيب اللي كانت عليها. ما تنسوش بقى يا بنات تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني في فرش الشتاء. وغسلت طبعا نضفت برضو الاباجورة دي كان لونها برتقاني، بس مع الغسيل كل ما بغسلها بتقشر لحد ما هتبقى شفافة كده وتبقى لونها ابيض، فمش مشكلة يعني، دي يعني مش مضايقاني ولا حاجة. بصوا منظر الطرقة شايلة، بصوا حاجات كتير انا بستغلها احسن استغلال، بحيث ان انا المكان عندي صغير فبتشيل حاجات كتير. مع السلامة، اشوفكم على خير، مع السلامة.